21/2/2016. صباحكم خير وبداية أسبوع جديدة مشاهدينا، فقرات جديدة من برنامجكم هلا بحرين، واللي جهزها لنا بالتأكيد فريق الإعداد. راح نكون معاكم لمدة ساعة على الهواء مع مواضيع عديدة نقدمها لكم يوميا طوال حلقات الأسبوع. صباحك الله بالخير عيسى. صباح النور، أهلا صباح الأحد. صباح الأحد، بداية أسبوع جديدة بالتأكيد مشاهدينا، وإن شاء الله راح تكون فقراتنا بالتأكيد منوعة ومفيدة لكم في هذا اليوم. ومثل ما نعرف أن مملكة البحرين والمملكة المغربية تربطهم علاقة وثيقة، وهذا اللي دفع الفنانة المغربية هاجر محمد بتقديم أغنية والله يا البحرين. كواليس وأجواء الأغنية نتابعها في التقرير التالي. رجعنا لكم مشاهدينا، معنا في الاستديو الفنانة المغربية هاجر محمد. صباح الخير ونشكرك على هالأغنية بالتأكيد في البداية. أهلا فيك، صباح الخير وصباح النور على كل مشاهدين هلا البحرين وبرنامج البحرين. سعيدة جدا بتواجدي معاكم، مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة الظل على الجمهور إن شاء الله. طبعا نبتدي معاك في البداية هاجر من آخر محطة لك، وحابين نتكلم أكثر على أساسيات الأغنية الوطنية البحرينية والله يا البحرين. حابين نعرف من كلمات من وألحان من وأيضا من توزيع من، وحابين نعرف هل الأغنية تسجلت في البحرين أم في المغرب؟ الأغنية والله يا البحرين هي كلمات الشاعر السعودي صالح الريان، ألحان المبدع إبراهيم الدوسري صاحب موقع اسمريكا، وتوزيع الموزع المصري أمير صلاح، والتسجيل كان باستوديو عيسى جار. الأغنية تسجلت بالبحرين، لكن أنا سمعتها قبل لما كنت في المغرب يعني، فحبيت وايد بما أني جاي البحرين وكذا، قلت أقدم شيء بما أنه البحرين عندهم عيد وطني وكذا، فقلت أشاركهم الفرحة يعني. بالتأكيد. يعني. الفنانة هاجر، يعني هذه الأغنية قدمت في ذكرى ال15 لميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين. فكرتي في أن أنت تقدمين شيء للبحرين فور وصولك. يعني هذه الأفكار لما تكون موجودة عند الشخص هذا، يعني أن البلد له قيمة لدى الشخص بالتأكيد كفنان، لأن الفنان في النهاية هو كتلة مشاعر وأحساس يحب يوصلها إلى الجماهير. فلو تخبريني عن مشاعرك تجاه البحرين. شوف، هو دولة البحرين صديقة المغرب من زمان يعني،
من زمان وايد يعني، فعلى طول نسمع المغرب والبحرين دائما في يعني صداقة وطيدة جدا. فشيء طبيعي لما جاتني فرصة إني أجي البحرين أنا أقدم لها هدية إنه أنا أحبك يعني، شيء بسيط جدا جدا مع انه تستاهل اكثر بعد. طبعا مثل ما نعرف ان احساس الفنان وفرحته ينقلها لجمهوره او معجبينه ومحبينه من خلال الاغنيه ومن خلال الاحساس، فشلون شفتي ردود افعال الجمهور بعد هذه الاغنيه؟ صراحه انا ما كنتش متوقعه لانه انا مغربيه، ما كنتش متوقعه ابدا انه يكون عندها صدى طيب جدا جدا جدا، بس الحمد لله الناس تقبلتني. أنا مغربيه تغني اغنيه على البحرين وبلكنه مش خليجيه 100%، مغربي على بحريني ميكس، فكنت كثير مبسوطه بزاف صراحه، لانه ما كنت 50% انه اوكي و50% لا بس الحمد لله يعني الجمهور تقبلني وهذا اهم شيء عندي. اللهجه دائما يقولون اصعب الاشياء اللي ممكن يتعامل معها الفرد، خصوصا لما يكون جاي من يعني المغرب الشقيق. صحيح، اقصى المغرب بعد. فمن الممكن يكون بالنسبه للهجه الخليجيه تلعب دور كبير في انه يكون عنده صعوبه في اتقان الكلمات، اتقان ايصال الرساله. فهل كان عندك صعوبه في هذا الموضوع او لا كان التمرين له دور كبير؟ هو لا صعوبة مش صعوبة، لأنه احنا عندنا منطقة في المغرب اللي هي جنوب الصحراء لهجة قريبة على الخليجية، فكنا يعني ناخذ شوي كلمات وكذا ونتابع أغاني مسلسلات وغيره، فشيء طبيعي إنه نفهم. اللهجة المغربية هي اللي صعبة شوي، إنه ألاقي صعوبة عشان أتواصل فأتكلم لهجة بيضاء، لكن لا أنا أتقن الحمد لله يعني، تدربت وايد وحفظت أغاني وايد، فصرت أتقن اللهجة الخليجية عموما في الأغاني وفي الكلام شوي. طبعا من بعد ما سمعنا اغنيه والله يا بحرين حابين نسمع منك اغنيه ثانيه بصوتك. اوكي، في مايك؟ موجود المايك عندك بس يمديك تندي. اوكي. هلا بالليل فانية هلا به، عدد دقات قلبي في غيابه، هلا باللي بعد والشوق يابه، علم الله قلبي ما صخابه، علم الله قلبي ما صخابه، ضواخ اللي علي بالليل الساري، ينير بجايلي منه سرابه، رجع لي من بعد غيبه حبيبي، وقلبي جم تحمل في غيابه، وقلبي جم تحمل في غيابه. الله. طبعا يعني من بعد هذا المقطع يعني انا حاب اسال، ولكن بعد حاب نسمع شيء، فنخلي الغناء لبعد شوي، مره ثانيه نحصل لنا شيء حلو نبتدي في هذا النهار. يعني دائما يقال ان التوفيق من عند يعني الله سبحانه وتعالى يلعب دور كبير في حياه الفنان، ولكن لما انت تحاولين تبدين خطواتك الاولى او تحبه ان انت توصلين لشيء كبير، دائما يكون في صعوبات يلاقيها الفنان، خصوصا لنشر اسمه على الساحه وفرض اسمه. يعني بعض الفنانين يحتاجون حتى يمكن 20 سنه، بعضهم ياخذون 15 سنه، بعضهم ياخذون 10، بعضهم يكون في سنه واحده. بالضبط. الفنانه هاجر موجوده على الساحه ولكنها ما قدرت ان تبرز اسمها خلال الفتره الماضيه بشكل كبير مثل ما انت طموحك موجود. فشنو الخطوه القادمه؟ شوف بس عشان اوضح شغله، بس انه ليش انا ما ظهرت من قبل. انا عندي اغاني وايد بكتب وبلحن، بس المشكله كانت في الانتاج، عندنا فقر في الانتاج في المغرب. طبعا الاصوات غنيه جدا بس الانتاج قليل جدا، فكان انتاج خاص يعني انا انتج لنفسي، فهذا الشيء كان يخلي اغاني تبعي ما توصل وايد، ما بيسمعوا باسمي كثير. بس انه هذه فرصه اني اوصل اسمي واوصل صوتي للناس، وانه انا مو بس اغني بس لكن اكتب ولحن بعد يعني. فالخطوات الجايه ان شاء الله انه اشتغل على نفسي اكثر، اني اغني ارضي كل الاذواق، هذا اهم شيء، لانه اكتشفت بالخليج ما شاء الله وايد ايقاعات، وايد اذواق مختلفه جدا، في انواع مختلفه جدا في الغناء، فاكيد لازم ارضي كل الاذواق زائد المغربي طبعا، هذا شيء اكيد. طبعا مثل ما نعرف ان في الفتره الاخيره ظهرت العديد من البرامج التلفزيونيه اللي تدعم المواهب الفنيه، فهل فكرت ان تشاركين في احد هذه البرامج لتوسعين بشكل اكبر؟ شاركت مره واحده بس ما صار نصيب. من وقتها خلص يعني ركزت على دراستي، قلت خلص ما في نصيب يعني، ركزت على دراستي. بس سبحان الله يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني لو انا قدمت بهالبرامج ما كنت انا جيت البحرين الحين،
كنت راح اضل الحين مرتبطه بعقد مع هالبروجرام. بس الحمد لله يعني انا مبسوطه حاليا، احسن من اني اكون برنامج مقيده ما اقدر امضي او اروح عند يعني اشتغل او اغني بحفل معين او يعني اي شيء ما اقدر اتصرف الا تحت ادارتهم. فلا تمام الحمد لله. ان شاء الله. يعني من وجهة نظرك تعتقدين ان اليوم الفنان هو يجب ان يكون صورة فقط، ام يجب ان يكون صوت مع صورة، ام يجب ان يجمع شيء مختلف تماما؟ يعني اليوم عصر الصورة وعصر الصوت، واختلفت عندنا المقومات الفنية بشكل مختلف تماما. يعني لما نتكلم عن قبل 10 سنين غير عن قبل 20 سنة، قبل حتى عن عصر العمالقة، فالاختلاف قاعد يكون تطور. يعني في الوقت الحالي صار بعض الفنانين يضربون كأسماء وهو ما يقدم شيء أصلا. صح. شوف هي الشهرة الحين معلش فضيحة بواحد بيتشهر، لا لكن الشكل طبعا احنا في زمن الصورة قبل الصوت، لكن إذا جينا نحكي على الفن اللي هو فن صح وحقيقي يعني أكيد الصوت قبل الصورة. الصورة أهم شيء يكون واحد مهذب، يكون مرتب شكلا، يعني يلبس حلو يعني أوكي، بس إنه يكون جميل أكثر من إنه يكون صوته حلو. أنا مش مع هذه الفكرة صراحة، لأنه اللي عنده زي ما نقولوا بالمغربي، اللي عنده يعني أي شخص عنده صوت إن شاء الله يكون ما الستارز بأمريكا وغيره كلهم مش جمال، لكن وصلوا العالمية، فهذا مش معيار بالنسبة لي إنه هذا فنان وهذا لا. طبعا مثل ما نعرف ان في الساحه الخليجيه هناك كثير من الفنانات، خلينا نقول المغربيين والعرب ايضا بشكل عام. هل الساحه الخليجيه اليوم تنجم الفنان، او هناك خلينا نقول شركه انتاج كبيره ممكن تسقل من موهبه هذا الفنان؟ زي ما حكيت من قبل، الخليج هو شعب ذواق، يحبون الفن. انا هذا الشيء اكتشفته صراحه، ما كانش عندي درايه او خلفيه مسبقه عن الخليج، لكن اكتشفت هذا الشيء ما شاء الله، يعني غني جدا فنيا. و يعني انا بالمغرب زي ما قلت لك في فقر شركات انتاج، فالخليج اكيد فرصه لاي واحد انه يثبت نفسه. اذا طلعت بالخليج بتوصل للمغرب، لمصر، للبنان، لاي بلد. عكس اذا انا طلعت بالمغرب ممكن ما اوصل، ما يكون عندي حظ في هذا الشيء. فلا الخليج اكيد يعني في فرص تثقل الفنان وتخلي يثبت وجوده في الساحه الفنيه. راح نرجع نتكلم اكيد بالتاكيد، نتكلم بتفاصيل اكثر، ولكن حابين نسمع منك اكثر اغنيه اوكي ثانيه ومختلفه. منها ممكن تكون مغربيه. مغربي ترى ما توقعينش كذا. الشعب البحريني يعني متذوق، الشعب البحريني متذوق والاغنيه المغربيه، وصار عندنا ضربه اليومين اغنيه تعطيني ساكي، مع انه ما اعرف اذا ترى واصله البلد، ما بعرف يعني انت اختاري في النهايه الاغنيه اللي حبتها. طيب اغانيكم اواه بالتاكيد حافظينها انت اواه من اكثر المشجعين لهذه الاغنيه ويوميا من الصبح. طبعا تحيه لرضوان برحيل الفنان المغربي الشاب. كنت تقولي لحياتي ورايك تقلب ودار، تبدلتي ما حشمت عيش نهار تسمع خبار. كنت تقولي لحياتي ورايك تقلب ودار، تبدلتي ما حشمت عيش نهار تسمع خبار. تبدلتي ما حشمت عيش نهار تسمع خبار. أواه أنا تقدالي صبر معاه، أواه يلعن اللي ما مشى وخلاه. أواه أنا تقدالي صبر معاه، أواه يلعن اللي ما مشى وخلاه. الله ايمان تحب هاي الاغنيه وايد احب كان المفروض تشاركينها. ايمان عندها صوت حلو بعد، والله ما بتشاركيني. عندها مواهب موسيقيه واستديو بعد ما شاء الله. على الهواء عاد فضحت انا خلاص. فضيحه خلص. نرجع شيء، طبعا نتكلم في ظل التنافس بين الفنانين. هل الفنان لازم يكون متجدد ومتألق في اختياراته عشان ما ينسون الناس؟ وشنو المميزات الأساسيات اللي لازم يلتزم فيها الفنان عشان يثبت حضوره في الساحة؟ طبعا الفنان دائما لازم يكون متجدد. الفنان إذا بخلت عليه ما راح يعطيك، لازم تضل على طول متواجد ومتجدد دائما. الجديد أي شيء خلاص تسوي أغنية، وأهم شيء الناس ما تنساك، لأنه إذا نسيتك الناس صعب إنك ترجع تجدد يعني التواجد. والأساسيات إنه صوت حلو أكيد، كلام يكون شوي يعني مش أوفر، يعني في انتقاء مع الأهل مع بعض، مش بس الشباب المراهقين أو غيره. لحن يكون حلو، توزيع يكون حلو، أداء يكون حلو، بس يكون عمل متناسق يعني.
وبس اهم شيء بس التسويق، اذا تسوقت الاغنيه صح صحيح. توصل لكل العالم اكيد. قبل شوي كان عندنا الفقرة النفسية مع معدتها تهاني توفيق، ودائما تتكلم عن شخصية الفرد وكيف من ممكن ننميها. على هذا الموضوع، شخصية الفنان كيف من ممكن تلعب دور في نجاح الفرد بشكل أكبر؟ كيف من ممكن أن يكون الفنان ناجح إذا كان عنده شخصية مختلفة ومميزة مثل ما نقول يونيك؟ هو الفنان لازم تكون عنده شخصية قوية، شخصية حتى لو حساس ما لازم يخبي هذا الشيء أو يتغلب عليه. أنا حساسة كثير، يعني أي كلمة جديدة تأثر فيني، فقاعدة أحاول إني أغير هذه الميزة اللي أنا أعتبرها ميزة، لأنه لو ما كنت حساسة ما كنت أقدر ألحن أو أغني بإحساس. فالمجال الفني وايد يعني صعب، فيبي لك شخصية قوية عشان تقدر تقاوم وتكفي تكمل باش توصل للي انت تطمح له. فشخصيه اكيد لازم تكون قويه، يعني في صقل ان شاء الله في الفتره القادمه اكثر. قويه خلاص. حابين نعرف شنو جديد الفنانه هاجر محمد؟ يعني بصدد التحضير لكذا اغنيه ان شاء الله، وفي مجال التلحين مع كذا فنان ان شاء الله بتكونوا انتم السباقين وحصري لكم ان شاء الله. وبس في حفلات طبعا اعراس وكذا ان شاء الله بالتاكيد. كانت معنا اليوم الفنانه هاجر محمد، كل الشكر لك وعلى حضورك معنا اليوم في برنامج هلا بحرين، وعلى تواجد وعلى هذا الصوت الجميل بالتاكيد، وكل التوفيق ان شاء الله. تسلم يا رب. وبس بدي اوجه تحيه بس لبلد المغرب، للجمهور المغربي، وان شاء الله اني كنت ضيفه خفيفه عليكم وعلى كل المشاهدين. بالتاكيد. طبعا وصلنا معكم الى اخر فقرات هالبحرين اليوم الاحد، نطرونا باكر مع فقرات جديده باذن الله. باكر في نفس الموعد ان شاء الله، من الساعه 10 صباحا الى الساعه 11 صباحا بنكون في انتظاركم مع فقرات جديده ومنوعه في برنامج هلا بحرين. مع السلامه.